يا مساء الفل عليكم واهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاولى من حكايات الكارير. اول انترفيو ليا اعمله. اتخرجت الحمد لله، وزي اي شاب ابتديت ادور على شغل. وعشان حماسه الشباب اللي كانت عندي زمان، كنت متخيل الانترفيو ده عباره عن حاجه الناس بتعرف بيها عليا انا، مش على الكابابيلتيز بتاعتي. المهم بدات ابلغ صحابي ومعارفي عشان اي حد عنده فرصه مناسبه ليا يقول لي عليها. وفعلا كلمني حد صاحبي وقال لي في فرصه في شغل من شركه معينه. انا اول اصلا ما سمعت اسم الشركه ديت كنت هطير من الفرحه. الشركه ديت واحده من حلم عمر اي حد متخرج من كليه هندسه ان هو يشتغل فيها. المهم حضرت السي في بتاعه، طبعا هو كان نص صفحه لان انا ما عنديش حاجه كنت اكتبها غير شويه الكورسات اللي انا خدتها وقت الكليه. بعت السي في، وبعد كام يوم كلمني حد قال لي عندك مقابله بكره الساعه 9 في سمارت فيلج. يا لهوي ده سفر، انا ساكن في مصر الجديده. قال لي اصلا الشغل نفسه في سمارت. ايه، انا عايز ارجع كليه تاني، مش عايز اكمل. المهم ضربت البدله وطلعت على سمارت ووصلت المكان ودخلت الشركه. سالت على مكان الانترفيو وقالوا لي خش الاوضه ديت. دخلت الاوضه وهنا كانت اول صدمه ليا في الانترفيو. 120 واحد مقدمين على نفس الشغلانه. مين دول يا جماعه؟ قالوا احنا كل دول متقدمين عندنا وعايزين منهم 15 واحد بس. ايه يعني انا مطلوب مني اتفوق على 105 منهم عشان خاطر اعرف اشتغل؟ المهم بدانا الانترفيو بامتحانات كتير جدا: انجلش اورال، انجلش ريتن، اي كيو، ريزنينج، ومستوى تاني خالص بقى غير اللي احنا كنا بناخده في الجامعه من الاسئله. الفكره ان احنا قعدنا من الساعه 9:30 لحد الساعه 2 مثلا بنمتحن، وفي كل مره العدد كان عمال يقل. ده باين له ان انا هخلص، قربت اهوت وهشتغل وهعملها، لحد ما اتبقى مننا حوالي 20 واحد بس، وما بقاش غير الاتش ار انترفيو. دخلت قعدت مع حد وقعدنا نتكلم شويه عن الحاجات اللي انا بحبها واللي انا عملتها والانترنشيبس اللي انا خدتها وانا في الكليه، لحد ما سالني سؤال شقلب موازين حياتي: محمد، هو انت ايه اللي بيميزك؟ ايه ده؟ لا انا ما اعرفش. ودي كانت اول صدمه ليا في الكارير بتاعي. انا خلاص قربت اتعين اهو، بس انا فعلا ما كنتش عارف ارد على السؤال. طبعا قعدت اقول له اي كلام لحد ما لقيته بيقول لي الكلمه الشهيره بتاعت اي حد: طيب هنشوف ونكلم. نزلت من الشركه وفضلت افكر في نفس السؤال: هو انا ايه اللي بيميزني؟ وهنا تخلص الحكايه الاولى من حكايات الكارير بتاعنا. استنونا في الحلقه الجايه وفكروا معايا في اجابه السؤال دوت ليكم: هو انتوا ايه اللي بيميزكم؟ لو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش تعمل شير ولايك واعمل فولو للقناه عشان خاطر تشوف الفيديوهات الجديده، ونشوفكم على خير.